كاين واحد النوع ديال الرجال غابر بزاف اللي اي دريه تمنى تكون معاهم مستعده دير اي حاجه على ود تقدر تكون انت. اصلا هادشي اللي غتشوف دابا يعني شنو كتبغي حقيقيا المراه في الراجل عمرك غتسمع الناس ولا المجتمع كيهضر عليه. وكفاس حيت المجتمع براسو غلط واللي خطير كينصحك بكاع داكشي اللي ما خاصكش دير واللي ما كيصدقش مع الدريات. في هذا الفيديو ما غاديش نعطيك غير مجرد نقط وداكشي اللي ديجا شايفو، ولكن غتعلم اسلوب حياه وطريقه تفكير جديده قليل اللي عارفهم. داكشي اللي 100% غينجح ليك الا خدمتي عليه وكيف ما كان النوع ديالك. غادي تعرف 4 ديال القواعد محوريه ومتكامله مع بعضها. حاول تطورها في اقرب وقت ممكن، حيت بصفه عامه هي اللي كتخلي الناس يحترموك ويبغيو يتقربوا ليك، واي دريه طيح فيك وتتمنى تكون معك. دابا في حياتك تقريبا شحال من دريه تلاقيتي معها وبان ليك فيها العياقه، ولا عاوتاني شحال من وحده ما خليتي ما درتي باش تاتيريها وتثير انتباهها وهي والو وما تسوقهاش حتى واش انت موجود ولا لا. يا سيدي نقولوا شافت فيك وفي الاشارات لا المشفره لا البينيه اللي صيفتي ليها واخا هكاك ما داتهاش فيك. اوكي اجي نشوفوها من ناحيه وحده اخرى. نفترضوا دابا كنتي مثلا رابور معروف ولا فنان مشهور، في نظرك شنو غيديروا عليك اغلبيه البنات اللي غيتلاقاو معاك وكيفاش غيتعاملوا معاك؟ الحياة السعيدة ياك. وفيق ابو عزة. بعد اول حاجة خاصك تعرف، حيت بزاف ديال الناس غالطين خصوصا حنا الدراري، في الحقيقة البنت ما كتضربش حسبها وما كتفكرش في واش غتقدر تعجبها ولا لا. عندها دو زوبسيون، يا غتعجبها يا لا. وباش تكون من صحاب لوبسيون الاولى كاين واحد المعيار اساسي خاصك تلعب عليه. انت باش تفهم مزيان نمشي معك بعيد، تقدر تكون شخص عادي لومبدا بحال اي انسان، ممكن على قد الحال ولا كاع فيك شي عيب في المظهر ديالك ما كيهمش، حيت انت سمعني مزيان راه المكانه والهيبه ديالك هما اللي كيطلعوا القيمه الشخصيه ديالك وكيبينوك اتيرون، ماشي من غير عند البنات ولكن الناس كاملين. بالعربيه شنو كتسوى في المجتمع. وديجا غير فهمتي هاد النقطه غادي تقدر تبدل المنظور ديالك على الدريات. وكاع دوك البنات اللي عفروا عليك في الاول مع الوقت الا طورتي المكانه ديالك لمكانه عاليه زائد نقط 3 اللي غيجيو من بعد الشوفه ديالهم عليك غتبدل وغيوليو رطيطبات معاك. اصلا انت غتشوف حاجه واحده اخرى، طبيعه الحال ماشي غير الفنانين والروابا هما اللي عندهم مكانه عاليه وكيجذبوا البنات، كاين بزاف ما تقدر دير باش تكون عندك هيبه ووزن في المجتمع. غنعطيك دابا 9 ديال المحاور تقدر تخدم عليهم. يقدر ديجا يكون عندك واحد ولا بزاف منهم، وهذه قضيه مزيانه ولكن زيد مازال، وحتى الا بغيتي نطوروا شي واحد فيهم خليها ليا في لي كومونتير. واول نقطه هي الخدمه والمنصب اللي كتشغل في المجتمع. واش انت بيلوت، طبيب، مهندس ولا عندك شي بوست قيادي؟ المهم هادو الدريات كيطيحوا. 2 المهارات ديالك، شي حاجه كتعرف ديرها وكتقنها. 3 بطبيعه الحال ماشي بوحدهم ولكن الفلوس حتى هما كيلعبوا دور مهم، حيت الاستقرار المالي كيرفع من المكانه ديال الراجل. 4 السمعه ديالك وسط الناس والاحترام اللي كتفرضوا شخصيتك. 5 الريزوطاج والمعارف اللي عندك زائد كلمتك والقدره ديالك في التاثير على الناس بافكارك. 6 المظهر لباسك والستيل دو في ديالك. 7 المساهمه الاجتماعيه، بحال دابا واش انت كتعاون الناس ولا منخرط في شي جمعيه خيريه ولا شي منظمه تطوعيه، المهم شي عمل جمعوي. 8 بطبيعه الحال تكون عندك شي موهبه رياضيه ولا فنيه. و9 السوشيال سكيلز المتمثلين في فن التواصل، تصرف المعامله ديالك مع الناس، توظيفك اللغه الجسديه، ثقتك براسك، الحضور والكاريزما ديال شخصيتك، وزيد وزيد. وما حد ما كتطور بزاف من هاد النقط ما حد ما غيساهموا في تعزيز المكانه الاجتماعيه ديالك. وطحن ليا مع راسك. نيت بغيت نسولك، واش انت من نوع الرجال اللي كيتشاور وكيطلب الراي ديال البنات على كل شيء واي حاجه ولا لا ماشي بالضروره؟ بحال دابا كتسولها شنو بغات دير، فين بغات تخرج ولا شنو بغات تاكل، حيت اليوم وليتي كتلقى الاغلبيه ديال الدراري كيتناقشوا مع الدريات في كل شيء، وهذا هو اكبر غلط، حيت البنات ما كيبغيوش ياخذوا القرار ديما. البنات كيبغيو الراجل القاصح قاصد وعارف شنو باغي. اكثر من هذا الشيء كاينين شي بنات اللي غيمتحنوك بالعاني باش يشوفوا واش انت شخص قيادي ولا لا، وبصفتك راجل خصو ياخذ بزمام الامور كتشوف واش عندك موقف ولا لا. وغالبا بحال هاد الاسئله كطرحهم عليك في البدايه ديال العلاقه، بالتالي اللي خاصك دير كيف ما كان الحال خاصك تاخذ البادره وتعطي الراي ديالك واخا يكون غلط، حيت ما تنساش وخلينا من الهضره ديال الفيمان والعصرانه، ولكن في الاصل ويكذب عليك الكذاب البنات محتاجين للراجل اللي يحميهم، وباش تقدر تحميها خاص تكون دومينانت، انت هو المسيطر وفي كاع الجوانب. وباش تكون شخص قيادي ليدر خاص يكون عندك هاد المواصفات، حاول تطورهم. اولا تكون ثقتك براسك عاليه. 2 تعطي راسك قيمه وتهلا فيه. ثالث نقطه الطريقه اللي كتواصل بها تكون فعاله،
تكون كتعرف تهضر بما فيه فن الرد. رابع مهارة، تكون قائد ليدر، يعني قادر تاخذ القرار بكل مسؤولية. 5 تفهم الناس وتتعاطف معهم، زعما دير بلاصتك في بلاصتهم. 6 تكون انسان محترم، يعني الدم بارد، قادر تسيطر على راسك وتتحكم في المشاعر ديالك. النقطة السابعة، بطبيعة الحال تكون اخلاقيا صادق. راه ماشي بالضرورة الناس كاملين غيبغيوك، ولكن على الاقل تكون اصلي وما كتصطنعش. 8 تكون قادر تقول لا الا ما كنتيش متفق، ولا الا ما عجبكش الحال في شي حاجة. و9 نقطة، تشاور ولكن في الاخر دير اللي قال لك راسك بعقلانية عاوتاني وماشي متهور. ديجا الا جمعتي هاد النقط خدمتي عليهم ودمجتيهم في شخصيتك، فراك غتولي شخص دوميننت الفا بامتياز. وهاد النوع ديال الرجال هما اللي كتلقى البنات تابعينهم والرجال الاخرين محتارمينهم. واحد من بين اكبر ريد فلاكس الا ما كان العيب الوحيد اللي كيقتل الرجوله ديالك قدام البنات هي تلصق فيهم وتبان عليك محتاج، بحال الا كتطلب عافاك تصاحبي معاه. واللي مكبوت وناقص هو اللي كيفكر بهذه العقليه، عقليه الندره، كتسمى نيدي، بمعنى تكون كتفكر وتصرف على اساس ان فرص تلاقى بشي بنت شي حاجه استثنائيه مستحيله، وخاص يكون عندك الزهر باش دير علاقه مع شي بنت. غلط كبير، حيت الدريات في هذه المسائل ديال العلاقات ذكيات بزاف وعندهم واحد الفلتر كيعرفوا به واش الدري اللي فاصليهم نيدي ولا لا، وإلا عاقوا به كيفروا فيه في البلاصه. اما انت صديقي العزيز، حيت مدوز وشبعان كتبان عليك شخص ثقيل ورزين، اصلا ما محتاج تلصق في الناس حيت هما اللي كيديروا كلشي باش يتقربوا منك. كتصرف بعقليه الوفره، انت مع راسك عارف باللي كاين بزاف ديال الدريات الزوينات في العالم، وكل نهار الفرص موجوده، بالتالي ضروري غتجي نوبتك. ومن فوق هذا الشيء كامل تمشي وحده تجي وحده اخرى. وما تفهمونيش غلط البنات، دابا الا فرضا بغيتي تشري قميجه وقلتي اجي نعيط على شي بنت تمشي معايا، الا كاينه غيتا هند ولا صفاء، ما غاديش تسوق في الحقيقه وتكعي الا ما مشاتش معك يسرى. هذا الشيء لاش بتوظيفك لعقليه الوفره ما كتاثرش الا ما تفاهمتيش مع شي بنت يلاه تلاقيتي بها، ما غاديش تتبعها تلصق فيها ولا دير المستحيل باش تبقى معها وهي ما على بالهاش بيك، وواخا تكون ماشي غير زوينه وبالله، ولكن كتشوف فيها كاي شخص عادي ما باغي وما كتسنى منها والو، بالتالي حتى التعامل ديالك معها كيكون عادي. والواعر في هذا الشيء هو ان البنات كيحسوا بهذه القضيه، ومنين كيشوفوا انك كتعامل معاهم بلا اي مقابل كيرتاحوا ليك، كيهبطوا لاكارد ديالهم، كيتحلوا وكينفتحوا عليك، كتبان فيك راجل تايق في راسك وما محتاج. شوف الشيء الفلوس والبنات منين كتعامل معاهم بحال كتسعى كانك في الحاجه على اساس هما شي حاجه غابره، كيولي من الصعيب تحصل عليهم. دابا تخيل معايا انت بيلوت دارمي وخاصك تمشي تحارب، نهار الاخر قبل الديبار ديالك كدوزو مع مرتك، غد ليه انت واجد كتفطروا اونصومبل صاكك مجموع، حتى كتقول لك مرتك وعينيها مغرغرين واش ضروري تمشي، كتقول لك انها غتوحشك بزاف وما كرهاتكش تبقى جالس حداها، لقاتك حتى انت ماشي من العاكزين وهي كدوي وانت كتشوف فيها، فكرتي واحد جوج ثواني حتى صافي بديتي كتحيد في حوايج. السيده ما فهمت والو، حتى سولاتك اش كدير، كتجاوبها انك بدلتي الراي ديالك، ما بقيتيش باغي تمشي، بغيتي تبقى حداها، واللي بغى يتحارب راه الخلا سير تفرقع فيه مع راسك. بطبيعه الحال اي مرة غتفرح وغيعجبها الحال ديك الساعه، ولكن من بعد غتفقد احترامها وانجذابها للراجل. علاش؟ بيولوجيا على ود البقاء والتكاثر ديال العرق البشري، المراه عندها احترام كبير للراجل اللي كيسبق الهدف ديالو وديال قبيلته قبل من اي حاجه، والهدف الرئيسي هو يوفر اساسيات العيش، يعني يجيب الماكله هي الاولى، يضمنوا البقاء ديالهم بعدا عادي ياكلوا الحلو. هي راه غتكع واحد شويه منين غتمشي تكاجي، ولكن غتكون مفتخره بك بزاف، كتقول مع راسها وصحاباتها عندي راجل كابابل، وغتبقى تفكر فيك الوقت كامل ديال غيابك. يعني بالعربيه خاص تعطي الاولويه للاهداف ديالك، بحال دابا الا كانت عندك لاصال وخاصك تريني ما تاجلش حيت تلاقيتي بدريه وعطاتك رونديفو في نفس الوقيته ديال لونطرينمون ديالك، حتى تسالي داكشي ديالك، ولا شوف انت امتى بغيتي دير معاها، حيت بحال هكا كتعطي قيمه لشخصيتك ولراسك. المشكله في هذا الوقت هي ان بزاف ديال الدراري غاديين وكيفقدوا المبادئ اللي كتاسس الرجوله لدرجه انهم ولاو كيخليو البنات هما اللي يقولوا لهم شنو خصهم يديروا، وهذه هي اسهل طريقه باش تفقد من الرجوله ديالك وانجذاب البنات ليك، حيت ها انت عقل مزيان منين غتجمع بين المكانه والهيبه ديالك في المجتمع، منين كتزيد عليهم عقليه الوفره وانت متراصي الاهداف ديالك بالاولويه ديالهم، منين غتكومبيني بين هاد ربعه ديال لي باز غتلقى راسك في نيفو طالع ومختلف على اغلبيه الرجال في هذا العالم. زيدون الا بغيتي تطلع من النيفو ديالك في الحياه ويكون عندك مقام عالي، كنقترح عليك تفرج في هذا الفيديو. كيف ديما السيمانه الجايه نتلاقاو. تهلا والحباب.